ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله تعالى يونت جديد ورحله جديده. النهارده وصلنا لحد يونت 3. لو حد فايته حاجه يدخل على القناه ويبتدي يراجع على يونت 1 ويونت 2 وبعدها يشوف يونت 3. طيب لو انت اول مره تشوفني، انا مسز سمر غانم، مدرس لغه انجليزيه. تابعني على اليوتيوب، بنقدم شرح منهج ثالثه اعدادي كله مجانا ومنهج الاعداديه مجانا. اوكي، كل اللي عايزاه منك سبسكرايب وشير ولايك لاصحابك عشان كلنا نستفيد. اوكي، يلا بقى نبدا الرحله بتاعتنا النهارده، وهي رحله ممتعه جدا جدا في يونت من احسن اليونتس اللي انا بحبه. يونت ايه يا ميس؟ هو يونت الارتفيشال انتليجنس. يعني ايه artificial intelligence؟ حلو قوي. artificial intelligence معناها الذكاء الاصطناعي. طبعا كلنا عارفين ان العالم النهارده مليان بالذكاء الاصطناعي. طب النهارده هيبتدي بقى يعرفني اكتر على فكره ايه هو الذكاء الاصطناعي. طب تعالى كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم واقول لك هو اصلا يعني ايه ذكاء اصطناعي. هتقولي ايه؟ artificial intelligence. artificial ايه؟ intelligence. جميل خالص. intelligence معناها ذكاء. كمان مره intelligence معناها ذكاء، وartificial معناها صناعي. حلوه قوي يا ميس. طيب يبقى معنى كلمه حاجه صناعيه ان هي حاجه الانسان هو اللي عاملها. طيب لو حاجه طبيعيه بقى من صنع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لو اجيت قلت لك ايه هو الانتونيم او الاوبوزيت بتاع artificial، هتقولي هو natural. يبقى يعني ايه العكس بتاع كلمه artificial؟ هو natural حاجه طبيعيه من عند ربنا. اوكي، artificial intelligence الذكاء الاصطناعي. اوكي، يلا بقى نبدا رحلتنا في رحله الذكاء الاصطناعي. وبعدين هنبتدي ناخد اول حاجه الكلمات. listen 1 and 2. حلو قوي زي الفل. طب هو listen 1 and 2 يا ميس برضو العنوان بتاعه هو ايه؟ artificial intelligence. اوكي، ناخد بقى الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز بقى معايا كده كده واحده واحده كده معايا. مش عارفه ايه كده كده اللي انا بقولها دي، بسمع علينا. اوكي، بسم الله. اول كلمه عندك هي artificial intelligence اللي هي الاختصار بتاعها الاي اي. يبقى انا خدت الاي وخدت معاها الاي بتاعت intelligence عشان اكون لك artificial intelligence. اوكي، اوعى تنسى حاجه، ان انا لما اجي اقول لك artificial فالكلمه دي اخرها ايه؟ اخرها ال. يبقى معنى كده ان هي suffix، والsuffix ديت عملت لي صفه، هي صناعيه. اوكي تمام. روبوت يعني انسان آلي. ليميت معناها حد او اطار، وممكن استخدمها بمعنى يحدد اللي هي كفعل. اوكي، وبعدها ايموشن يعني اسم. ايموشن معناها عاطفه. ايموشن معناها ايه؟ شعور او عاطفه، اللي هي بتساوي لك كلمه فيلينج. يبقى ايموشن بتساوي لك كلمه ايه؟ فيلينج. اوكي، تعالى بقى الكلمه دي. عندي كلمه تاسك. مهم جدا ان انت تبقى عارف ايه الفعل اللي بيجي مع تاسك. دو يا اما perform. يعني انت بتؤدي مهمه. فلما تيجي تقول لي انا بؤدي مهمه يا ميس، فتقول لي I do a task, I do a perform. اوكي، I do a task او I perform a task. يبقى كلمه task بيجي معاها do او perform. اوكي. algorithm يعني ايه algorithm؟ معناها خوارزميه، والخوارزميه بمعناها العام يا ولاد. هو هنا معنى الخوارزميه معنى محدد جاي على الارتفيشال انتليجنس، وهي الطريقه اللي بيتم تصنيع بيها الروبوتس. اوكي، ففي خوارزميه كده بيتم تصنيع ايه؟ الروبوتس بيها. انما في المجمل معنى كلمه الجوريثم او الخوارزميه معناها ان انت بتبقى ماشي حاجات بترتيب معين عشان تحل مشكله معينه. اوكي، الكلمه اللي بعد كده poem معناها ايه؟ قصيده، وقصيده يعني شعر، يعني انت بتقول شعر. اوكي، poem. virtual يعني ايه؟ virtual معناها افتراضي. طب انا عايزاك تعرف لي حاجه مهمه جدا في الجزئيه دي، ان virtual معناها افتراضي، العكس بتاعها real. يعني ايه real بقى؟ يعني حاجه حقيقيه، حاجه واقعيه. طيب يا ميس لو جيت قلت لك real world، يعني ايه real world؟ معناها العالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه. طب امال لو جيت قلت لك بقى virtual world يعني العالم الافتراضي، فده ما بيكونش عالم حقيقي على الارض. زي مثلا هتلاقي ان اغلب المراهقين بيعيشوا في عالم افتراضي اللي هم التين. اوكي، ليل نهار قاعدين على الموبايلات، بيكونوا في عالم. يا ترى هو ريل ولا بيكون virtual؟ لا، بيكون virtual. اوكي،
advanced معناها متقدم او متطور. behavior يعني ايه behavior؟ معناها سلوك. يبقى يعني ايه behavior؟ سلوك. ولو جاب لي فعل بقى مع كلمه behavior بتبقى الفعل change. ليه بقى؟ انت بتتشينج للبيهيفير، يعني معناها ان انت بتعدل السلوك بتاعك. اوكي. vacuum cleaner. vacuum cleaner المكنسه الكهربائيه. humans يعني البشر. humans معناها ايه يا شباب؟ البشر. innovation معناها ابتكار او ايه؟ او اختراع. يبقى كلمه innovation بتساوي كلمه creation اللي هي معناها ابتكار او ايه؟ اختراع. compose. خد بالك بقى ان الفعل compose اللي هي بيجي بمعنى يؤلف، قال لي كمان ممكن بتساوي كلمه create. يعني ايه create؟ بيؤلف او بيبتكر. اوكي. benefits يعني فوائد. يبقى كلمه benefits معناها ايه يا اولاد؟ فوائد. يلا بقى ناخد ونحل الجزئيه دي. اوكي. رقم واحد، خد بالك بقى ان انت عندك حاجه اساسيه هنا جدا. لما باجي احل الجزئيه دي لازم اكون عارفه معنى الكلمات عشان اقدر اعرف انا احط انهي كلمه في المكان بتاعها الصح. اول حاجه benefits فوائد، tasks مهام، poems اللي هي الاشعار او القصائد، وهيومنز البني ادمين، وليمت معناها حد، وروبوت يعني انسان آلي. اول واحده the نقط can do dangerous tasks in the factory. يا ترى مين اللي هيقدر يعمل المهمات الصعبه في المصنع؟ اكيد طبعا مين هو؟ الروبوت. اوكي. رقم 2 only can have emotions. طب حلو قوي. ايوه سامع حد بيقول لي ان emotions دي معناها ايه يا ميس؟ معناها مشاعر. طب مين بس اللي بيكون عنده مشاعر؟ صح، برافو عليك، الهيومنز. يبقى مين عنده مشاعر؟ هو الهيومنز، البشر. نمبر 3 sports have meaning ايه for your health. هي السبورتس بتعمل ايه في الصحه بتاعتك؟ ليها فوائد. يبقى اذا نمبر 3 هي benefits. اوكي. نمبر 4 you have a نقط to use the internet on your phone. بيقول لي انت لازم تعمل ايه في استخدامك للانترنت على الموبايل؟ قال لي لازم اكون عامل حد يعني ايه؟ يعني limit. اوكي زي الفل. بعدها the teacher gave them 20 minutes to finish. المدرس اداهم 20 دقيقة عشان يخلصوا ايه؟ اكيد عشان يخلصوا التاسكس بتاعتهم. نمبر 5. اوكي. كمل معايا كده بقى الكلمات. كلمة ماشين يعني ايه ماشين؟ يعني آلة. simple معناها بسيط. طب simple بسيط يبقى العكس بتاعها هو، برافو عليك، difficult. يبقى عكسها ايه يا ميس؟ difficult. factory معناها مصنع. طيب surgery يعني ايه surgery؟ يعني عمليه جراحيه. بص التركه دي في الحفظ عشان ده هيسهل عليك برضو. هشيل الواي واحط ايه؟ واحط اي او ان فهتبقى surgeon. يعني ايه surgeon يا ميس؟ يعني جراح. يعني ايه surgeon؟ معناها جراح. اوكي. medicine معناها طب او دواء. ايه ده؟ ما انا عارفه على طول هي معناها دواء يا ميس. قال لي ممكن كمان معناها طب. لو انا بقول لك I study medicine at Cairo University فمعناها ان انا بدرس الطب في جامعه القاهره. يبقى ممكن تيجي بمعنى دواء او بمعنى الطب. smart يعني ذكي او ماهر. وreplace بتيجي بمعنى يحل او يستبدل. brain المخ. خد بالك في هنا تريك مهم قوي. هو ايه الفرق عندك ما بين كلمه brain وما بين كلمه mind؟ اوكي خد بالك بقى. الايه؟ البرين دوت هو اورجان. يعني ايه اورجان؟ يعني عضو. يعني ايه اورجان؟ يعني عضو ربنا خلقه لنا. المايند دوت هو العقل، فهو اللي مسؤول على الثينكس، عن الافكار بتاعتنا، او عن الثوتس الافكار بتاعتنا. يبقى تاني يا ميس ايه الفرق ما بين برين وما بين مايند؟ البرين دوت معناها الايه؟ المخ بتاعنا اللي هو عباره عن اورجان. انما لما اجي اقول لك كلمه مايند فده اللي مسؤول على الايه؟ الثوتس، الايه؟ التفكير بتاعنا. جميل. فولو معناها يتتبع او يتبع. دي اسمها ايه بقى يا اولاد؟ اسمها basic not basic. اوكي اسمها basic. orders معناها اوامر. طب يبرمج او برنامج بنقولها ايه؟ بنقولها program. جميل خالص. action معناها فعل او عمل. control انت بتكنترول الحاجه، يعني بتتحكم في الحاجه دي. اوكي نكمل مع بعض. بعد كده عندي كلمة طيب. خد بالك بيجي بمعنى يكتب
باستخدام لوحه المفاتيح. يعني انت لو بتكتب على الكيبورد اسمها تايب ما اسمهاش رايت. اوكي، ولو قلت لك تايب اوف معناها نوع من. يبقى لو انا جيت قلت لك الكلمه دي وزودت لها حرف الجر اوف يبقى بقت معناها ايه؟ نوع من. اوكي، درافت يعني ايه درافت؟ المسوده او الصياغه. creative معناها مبدع او ايه؟ او مبتكر، اللي هي اصلا جايه لك من الفعل اللي هو اسمه create. اوكي. artist معناها فنان. replacement ده البديل. transform معناها بيغير او يحول، اللي هي بتساوي كلمه change. اوكي، يبقى هي بتساوي لك كلمه change. جميل خالص. health care معناها رعايه صحيه. education تاني يبقى education معناها التعليم. اوكي. transportation قسم الكلمه عشان تعرف تقراها. transportation. اوكي، ما تبقاش بتحفظ الكلمات بس، انت بتحفظها وكمان بتعرف تقراها، اسمها transportation. customer service يعني ايه customer service؟ معناها خدمه العملاء. كمان مره يبقى customer service معناها خدمه الايه؟ العملاء. error معناها الخطأ. efficient معناها فعال. خد بالك ان دي صفه. طب لو انا عايزه اجيب الاسم منها هتبقى اسمها ايه بقى؟ برافو، سامع حد بيقول لي يا ميس انت اديتيها لنا قبل كده، اللي هي مين؟ اللي هي efficiency. كمان مره اللي هي بقى اسمها ايه؟ efficiency. يبقى efficiency كمان مره يا ولاد. efficiency معناها ايه؟ معناها جوده او معناها كفاءه، اللي هي جايه منها كلمه ايه؟ efficient. يبقى دي تاني دي صفه منها ودي الاسم. اوكي. automate معناها بيشتغل ايه؟ بيشتغل آليا. field معناها مجال. copy معناها ينسخ. اوكي. pattern معناها اسلوب. tool معناها اداه. incredible معناها مذهل او رائع. بعد كده عندي الفعل ده مهم جدا، diagnose. يعني ايه diagnose؟ انت بتشخص المرض. حلو قوي، مش انت بتشخص ودي بعدها كلمه مرض، يبقى انت بتدياجنوز لمين؟ للديزيزز. لتاني انت بتدياجنوز للديزيز. اتفقنا؟ enhance يعني ايه enhance؟ معناها انت بتدعم حاجه او بتعززها او بتشجعها. reduce معناها يقلل. اوكي. وefficiency لسه قايلينها اللي هي معناها كفاءه او جوده. اوكي تمام. بيديك بعد كده الفيربس بقى bring brought read read. والديفينيشنز عندك طبعا بتبقى مهمه جدا ان انت تقراها. تعال نقراها بسرعه. ايه هي الايموشنز؟ هي عباره عن الفيلينجز like happiness sadness anger fear. اوكي، يبقى معناها الايموشنز دي عباره عن مشاعر زي السعاده والحزن. اوكي. behavior السلوك. اوعى تنسى بقى ان البيهيفير هي عباره the way someone or something acts or responds، يعني الطريقه اللي انت بتتصرف بيها او بترد بيها. اوكي. ادفانسد يعني ايه؟ ادفانسد يعني حاجه متطوره. ايه هو المتطور ده؟ هو مودرن developed or complex not basic. هو مش حاجه basic عاديه كده اساسيه، لا هو ممكن يبقى complex او developed او modern. limit اتفقنا ان هي معناها حد. the point where something stops. الكلمه دي مهمه وبتتكرر كتير. the point where something stops or can't go further، يعني بقف عند منطقه معينه من الحد بتاعي في استخدام التليفون، في حد معين، في ان انا اروح مكان معين. الحد ده معناه ان انا ما بعديش نقطه معينه. عندي بعد كده كلمه ايه؟ تاسكس. التاسكس هي عباره عن jobs actions that need to be done، مهمات لازم تتعمل. humans البني ادمين هم people men women and children. جميل. innovation يعني ايه innovation؟ معناها اختراع، عشان كده هي بتساوي لك كلمه invention او creation. جميل. and improvement التحسين. الكومبوز قلنا اللي هو الكرييت اور بروديوس، يبقى انت بتألف فانت بتكرييت او بروديوس. creative انت حد مبدع مبتكر. producing or using unusual ideas يعني معنى كده ان انت بتنتج بس بطريقه مختلفه عن الطريقه العاديه. اوكي، مهمه بقى الحته دي جدا. اوكي هنقف عندها. ايه هي بقى؟ يبقى تاني خد بالك ان وانت بتذاكر انت لازم تاكد على الحاجات اللي انا بقول لك عليها مهمه. لسه قايلينها من شويه ان دو تاسك معناها ان هو ايه؟ دي مهمه. ممكن كمان بيرفورم. مهمه دي جيت اهي، جه بعدها صفه، جيت بعدها ايه؟ صفه معناها يشعر بالتعب، يبقى جيت تايرد. تيك ديسيشنز يعني ايه تيك ديسيشنز؟ معناها يتخذ قرارات، يبقى ديسيشن هجيب معاها الفعل مين يا يس؟ الفعل تيك. ميك ارت مهمه جدا، هيصمم اعمال فنيه. فولو كومنتس يعني ايه كومنتس؟ معناها يتبع الاوامر. compose music يبقى اربط لي كلمة compose أو create music أو compose stories. يبقى تاني أو compose إيه يا ولاد؟ stories اللي هو هيألف لي
قصص. اتفقنا؟ ندخل بقى على الانتونيم والسينونيم سريعا، اللي احنا قلنا قبل كده قراءتهم كتير هي المهمه، لانها طبعا بتبقى كتيره جدا ومش هتقدر تحفظها طول الوقت. فانت المهم عندك الانتونيم والسينونيم راجعها على مدار الاسبوع اكتر من مره، ان شاء الله هتثبت في دماغك. اوكي زي الفل. بعدها intelligence، تاني intelligence معناها ذكاء. اوكي intelligence بتساوي لي كلمه وات. احفظ معايا بقى دلوقتي، فرصتك اهو. انت كده بتتفرج على الفيديو صح؟ فرصتك بقى وانت بتتفرج على الفيديو هتعمل ايه؟ احفظ معايا. اوكي يبقى انت قلتي لي ان intelligence بتساوي لي ايه؟ بتساوي لي كلمه وات. بتساوي كلمه ايه يا اولاد؟ وات. السينونيم بتاعها. طب الانتونيم بتاعها هي ايه؟ stupidity. تاني stupidity. يعني ايه stupidity؟ معناها غباء. اوكي. واجنورنس، ودي مهمه جدا، اللي هي جايه لي من الفعل اصلا ignore. يبقى ignorance جايه من الفعل ايه يا اولاد؟ ignore. اللي بعدها advanced، هي حاجه متطوره صح؟ طالما هي تطورت يبقى developed. برافو عليك. طالما هي developed يبقى modern. طب عكسها undeveloped، وده اللي يهمني، انا جبت العكس بان. او backward، حاجه ايه؟ متخلفه كده او رجعيه. اوكي. allow يسمح، وهنا بقى ساقف قليلا. ايه الفرق ما بين الفعل allow والفعل let؟ اوعى تنساها بقى اللي انا هقولها لك دي. ايه الفرق ما بين الفعل allow والفعل let؟ الاتنين يا ميس معناهم يسمح. كمان مره، الفرق ما بين allow ولت، دي معناها يسمح ودي معناها يسمح، بس دي بيجي لك بعدها مفعول، بعدها to زائد infinitive. زي الفل زي الفل. انما let هيجي بعدها مفعول وهيجي لك بعدها على طول الانفينيتيف. ازاي يعني يا ميس؟ يعني مثلا هتقول لي ايه؟ mom allows me to go out. يعني ايه؟ ماما سمحت لي ان انا اخرج بره. هي mom lets me go out. اتفقنا كده؟ اوكي. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ خد بالك بقى هنا يا غالي، ايه الفرق ما بين دي ودي؟ عندك allow اهي ماشي، جالي بعدها المفعول، ادي let جا بعدها المفعول، بس allow to، انما let من غير ايه؟ من غير to. اوكي كده؟ اوكي نرجع تاني. احنا وصلنا لحد مين؟ قال لا. اوكي. وكمان ممكن تساوي كلمة let عندك هي كلمة ايه؟ ممكن تساوي عندك كلمة let هي كلمة ايه؟ permit. اتفقنا؟ يبقى كلمة permit معناها برضو هيسمح لي. عكسها بقى ايه؟ هو حد deny ليا، deny هيتجاهلني، reject هيمنعني او deny يمنعني، وforbid بتيجي برضو بمعناها يمنع. يبقى deny معناها ان هو هيمنعني اعمل حاجة، ورeject يمنعني، وforbid ايه؟ هيمنعني. اللي بعدها expensive costly، الاثنين زي بعض. طب عكس expensive اجيبها بان، اوعى تنساها. يبقى عكس expensive عن طريق inexpensive. طب ليها عكس تاني؟ اللي ممكن تبقى cheap. يعني ايه cheap؟ معناها رخيص الثمن. smart يعني ذكي، بتساوي كلمة wise او intelligent. اوكي. عكسها بقى stupid او slow learner. يعني ايه slow learner؟ بطيء في التعلم. حلو قوي. basic حاجة أساسية، فهي حاجة main، هي حاجة vital، هي حاجة essential. تاني الكلمة دي مهمة. basic بتساوي main، vital، essential. فيتال معناها هام، مين هام، واسينشال ضروري. طب عكس الحاجه الضروريه هي حاجه ايه؟ حاجه ثانويه. يبقى secondary او كلمه ايه؟ minor. اوكي. اللي بعدها reduce هيقلل. طب مش انت بتقلل يبقى بتعمل لي decrease، يبقى بتعمل لي cut down. يبقى تاني reduce بالظبط زي مين؟ زي cut down او decrease، ده السينونيم بتاعها. طيب بقى عكس reduce هي increase. يعني ايه increase؟ يعني زود. يعني ايه increase؟ يزود. طب مش انت بتزودها؟ يعني بتعمل لها ايه؟ enhance. يعني ايه enhance؟ هتدعمها. اوكي. artificial، قلنا artificial حاجه اصطناعيه. اوكي. يعني هي non natural. يعني ايه non natural؟ هي ليست طبيعيه. عكسها على طول يبقى natural، وقلناها في الاول زي الفل. creative انت حد ابداعي. اتفقنا؟ وcreativity الابداع نفسه، اللي هي بتساوي كلمه imaginative او innovative. ايه ده يا ميس؟ مش انتي من شويه قلتي لي ان innovation معناها اختراع او ابتكار؟ يبقى انت تقدر تطلع منها النون اللي هي ايه بقى؟ innovation. اتفقنا؟
والصفه بتاعتها اخرها IVE. اوكي، يبقى عندك دايما لما يكون الصفه اخرها IVE فهي بتكون صفه وليست اسم. زي الفل. اللي بعدها بقى عكس كلمه حاجه خياليه او حاجه ابداعيه، يبقى هتبقى unimaginative او boring. اوكي، اللي بعده respond. يعني ايه respond؟ يعني يستجيب او يرد. طب انت بترد عليا، يعني بتعمل رياكت، رد فعل. اوكي، يعني reply، انت بتعبرني اهو. طب مش هتعبرني وهتطنشني، يبقى ignore ان انا كتبتها لك فوق بمعنى يتجاهل، او avoid انا هتجنبك. اوكي تمام. من ضمن الحاجات الاساسيه عندك ان الفعل avoid بيجي بعديه فعل ing، اوعى تنساها. تمام يا ميس. اوكي، طبعا احنا قبل كده يا ولاد شرحنا بما فيه الكفايه ازاي السافكس والبريفكسز بتغير لي الكلمه. يعني مثلا هتلاقي كلمه intelligence، انا حطيت عندك ايه؟ ENCE، على طول حولتها لي، خلت لي الصفه ديت بقت اسم. اتفقنا وقلنا هجيب الصفه بتاعتها، يعني هي دي اسمها ايه؟ intelligence. طب الصفه بتاعتها ايه بقى؟ اللي هو ذكي. يبقى هي بصوا intelligent اخرها ENT، intelligent. تمام. اوكي. behavior IOR عملت لك noun. happiness NESS عملت noun. اي NESS تعمل لك noun. IVE على طول، برافو عليك، تعمل لي adjective يا ميس، سامعاك، برافو عليك. imagination TION على طول بتعمل noun. ممتاز. useless، طب useless معناها بدون. اتفقنا؟ يعني ايه؟ حاجه كده عديمه الفايده، يعني بتجيب لك لو حاجه useful عكسها useless. education قلنا ان ION على طول عملت لي النون، هي جايه اصلا من الفعل اللي هو اسمه educate. تمام. اوكي، يبقى هي في الاساس اسمها educate. اتفقنا. اوكي كده احنا خلصنا مع بعض الكلمات بتاعه الدرس الاول والتاني. طيب طبعا خلاص قلنا الفرق ما بين surgery وsurgeon، شرحناه مع بعض، واللولت شرحناهم. هي الحته دي بس اللي عايزاك تاخد بالك منها، اللي هي ايه؟ without هيجي بعدها يا اما اسم يا اما فعل ing. خد بالك ان في اللانجويج نوتس ديت مهمه جدا جدا جدا، بتجيلك في الامتحانات. طبعا تيجي لك في الامتحانات. المثال ده هو مهم. without AI، اوكي، the robot can only follow basic commands. بيقول لي من غير الاي اي الروبوت كل اللي بيعمله ايه؟ وظيفته بتعمل ايه؟ ان هو بيتبع الاوامر الاساسيه اللي انت بتسيت اب عليها او بتعملها عليه. اوكي. شرحنا طبعا ايه الفرق ما بين برين وما بين مايند، وشرحنا الفرق ما بين virtual world وريل world، كل ده قلناه. اوكي تمام كده. اوكي، تعالى لي بقى في الامبورتنت اكسبريشنز، دي مهمه جدا. اوكي. بيقول لي عندي في حاجه اسمها solve math problems، مهمه جدا دي. يبقى لو كلمه math problems عشان احلها يبقى solve. طيب change behavior قلناها بيعدل السلوك. human made يعني حاجه من صنع الانسان، يعني في الاخر هي حاجه artificial. برافو عليك. اوكي. diagnose disease لسه قايلينها فوق. make advertisement يعني ايه make advertisement؟ معناها ان انت بتعمل اعلان عن اي حاجه، يبقى كلمه advertisement بيجي معاها الفعل ايه؟ الفعل make. create لسه قايلينها من شويه، create stories او compass stories او compass كمان ايه؟ music. اوكي. self driving car اللي هي سياره ذاتيه القياده، يعني ايه؟ ما بقاش فيها سواق. make decisions. اوكي، make decisions يتخذ القرارات. personalized learning مهمه دي جدا. personalized هي جايه لك من ايه اساسا؟ التعلم الشخصي، دي هي دي اسمها تعلم شخصي، صح؟ يبقى دي كده كلمه شخصي جايه من كلمه personalized اللي هي في الاساس هي كلمه person وبعدين حطيت لها ال personal وزودت لها الاي زي اي دي عشان اسميها شخصي. اوكي. automating tasks يعني معناها ايه؟ ينفذ المهام آليا. انت مش انت اللي هتنفذها، ده هو هيبقى automate، اياك تنساها. automate هيتنفذ المهام دي آليا. reduce human errors يعني ايه؟ reduce human errors معناها هيقلل الاخطاء البشريه. حروف الجر اوعى تنسى يا غالي تحفظها، حروف الجر مهمه جدا يا شباب، اوعوا تحفظوها. اوعوا تحفظوها. شفتوا انتوا دي؟ بصوا يعني لقطه رهيبه، اوعوا تحفظوها. اوكي، ما تشيلهاش يا مصطفى. turn into معناها يحول الشيء الى ايه؟ الى شيء اخر، يبقى turn into. know about بيعرف حاجه عن شيء. across many fields معناها في مجالات عديده.
اوكي حلو جدا. اوكي قبل ما نبتدي نقرا التكست بتاعنا تعالى كده بسرعه نحل على الكلمات وبعدها نروح نقرا على التكست عشان اوري لك ازاي نستخدم الايه الكلمات. سمي الله بقى معايا كده وصحصح وركز. بسم الله الرحمن الرحيم. choose the correct answer. اول حاجه the word كلمه ايه؟ كلمه basic. طيب يعني ايه كلمه بيسك يا ميس؟ يعني اساسيه. كان بي ريبليسد عشان خاطر يركز بقى. انا كل مره عماله اعيد لك اهو في الفيديوز ايه هي ريبليسد هي هياها ذا سيم مينينج هي هياها السينونيم. يبقى تاني ريبليسد هي هياها ذا سيم مينينج وهي هياها السينونيم. يعني من الاخر عايز المعنى بتاع الكلمه. حلو قوي. انا ممكن اجيب معنى بيسك دي حاجه اساسيه على انها ايه؟ ادفانسد ريبليسد ويز. يا ترى هي ادفانسد متقدمه ولا كومبلكس صعبه ولا فايتال مهمة ولا difficult برضو صعبة؟ قال لي كلمة basic ممكن أريبليس ليها عن طريق حاجة أساسية في حياتي يبقى حاجة vital. ومن شوية قلت لك هتجيلك this TV is very expensive. حلو قوي. التي في ده expensive. من شوية قلت لك عشان تجيب العكس بتاع expensive. برافو عليك. سامع حد بيقول لي احط ان يبقى expensive. حلو انت قلتي لي كده. فين اللي انت قلتيه ده يا ميس؟ مفيش اللي انت قلتيه. مفيش expensive. اوكي خدنا معاها كلمة تانية اللي هي كلمة cheap. A synonym for let. قلنا synonym هي replaced ايه؟ by او replaced with. اوكي a synonym for let or allow عايز نفس المعنى بتاع يسمح اللي هي let او allow. صح؟ برافو عليك. هي كلمة permit. تمام. He can compose beautiful music. هو بيقدر ان هو يألف موسيقى حلوة. The word compose is similar to. اتفقنا ان كلمة compose بتساوي كلمة ايه؟ شاطرين. بتساوي كلمة create. The synonym of the smart of smart is. يا ترى معنى كلمة smart هي ايه؟ يا ترى stupid, intelligent, simple, basic. برافو عليك. هي intelligent. The word advanced and not have the same meaning. ليهم نفس المعنى. حلو. يبقى هو كمان في الأسئلة عمال يأكد لي على إيه؟ على الجزئية دي اللي هي إيه؟ لما يطلب مني يقول لي هات السيم مينينج هياها. لما يجي يطلب مني السينونيم يعني نفس المعنى هياها. لو قال لي replaced with اوعى تنساها تاني. replaced with هياها السيم مينينج هياها السينونيم. زي الفل. فبيقول لي عايز كلمة advanced هي وكلمة ايه تاني زي بعض. حاجة متقدمة هتبقى basic بسيطة وأساسية. simple نفس المعنى ولا modern حديثة ولا old قديمة؟ طبعا هتبقى modern ايه حديثة. اتفقنا. السؤال رقم 7 فبيقول لك ايه؟ the word creative. اوكي الورد اللي هي مين؟ creative دي is the opposite of العكس بتاعها artistic, innovative, new, unimaginative. يا ترى كلمة creative يعني انت ايه؟ حاجة مبتكرة. عكسها تبقى حاجة ايه بقى؟ برافو عليكم. يبقى حاجة ايه؟ unimaginative. رقم 8 the opposite of expensive can be formed with that prefix. قلناها فوق. عشان تجيب لي العكس بتاع كلمة مين؟ بتاع كلمة expensive هتزود لها ايه؟ برافو. prefix يعني بداية. يبقى البداية اللي هي اسمها ايه؟ in. اللي بعدها we can form the noun from the adjective sad by adding the suffix. يقول لي احنا هنكون الاسم من كلمة sad. شاطرين برافو عليكم. قلتوا لي sadness. excellent ممتازين. اوكي تمام. ابتدي بقى معايا اقرا الايه؟ اقرا التكست. طيب ونصيحتي ليك نصيحه كده ليك. حلوه يا ميس. ايه النصيحه يعني؟ هقول لك انا دلوقتي ايه النصيحه بتاعتي ليك ان انت قبل ما تقرا التكست حاول تقرا الكلمات اكتر من معنى اكتر من مره عشان بس تبقى المعاني حاضره في دماغك. فلما المعاني هتبقى حاضره في دماغك هتقدر ان انت تعمل ايه؟ ايوه صح كده برافو عليك. تعمل ايه بقى؟ هتقدر ان انت تعرف تفهم القطعه كويس. اوكي ماشي. التكست عندك بيقول لي ايه؟ many people think robots and artificial intelligence AI are the same. يعني ايه الكلام ده؟ لو سمحت شغل الليسننج عندك بقى. حط الهاند فري في ودانك كده ماشي واظبط كوبايه الشاي بتاعتك وركز لي بقى كده هنا يا كبير. جامد قوي. اوكي اول حاجه بيقول لي many people
think robots and artificial intelligence AI are the same. بيقول لي ان في ناس كتير بتفتكر ان الذكاء الاصطناعي ماشي هم والروبوتات الانسان الآلي بيكونوا حاجة واحدة. but they are different. a robot بيقول لي روبوت ماله بقى الروبوت ده is a machine. بص ركز بقى معايا عشان انا هعمل لك انالايز حلو قوي في التكست ده. لما جينا احنا حتى شرحناه مع بعض ابتدينا نعمل له انالايز. يعني ايه بقى؟ ابتدينا نحلله. طب هتحلليه ازاي يعني يا ميس؟ هتوديه المعمل؟ لا مش هوديه المعمل، انا هحلله. يعني همسك لك اوري لك دلوقتي انا في الباراجراف ده اللي هي ده كله كده عمل ايه في كل جزئيه في كل باراجراف، شرح ايه. اول حاجه هو ادالك كده زي انترو، صح؟ عمل لك مقدمه. فالمقدمه دي بيقول لك ايه؟ ان في ناس كتيره بتفتكر think robots and artificial intelligence AI are the same. okay but they are different. لكن هم مختلفين. A robot is a machine that can move and do tasks. طب عرفني. يبقى هو دلوقتي اداني ايه؟ اداني الديفينيشن بتاع الروبوت. طب يا ستي عماله تعملي كل ده ليه؟ عشان لما تيجي تكتب باراجراف يبقى انت عرفت اهو. انت هتجيب الاول الانترو. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان في ناس مفكره ان الروبوتس والاي اي الاثنين واحد. لا هم الاثنين مش واحد. طب عرفني، اديني بقى تفاصيل اكتر. فيبتدي يعرفني يعني ايه روبوت ويعني ايه اي اي. فيديني الديفينيشن بتاع ده والديفينيشن بتاع ده. وزي ما شرحنا في الديسكريبتيف باراجراف ان ده بيكون معناه ايه يا ولاد؟ ده بيكون معناه ان انا بدي لك اكسبلينيشن اكتر، بدي لك شرح اكتر للموضوع. اوكي، يبقى الروبوت هو عباره عن ايه بقى؟ احفظ معايا عشان برضو الحاجات دي جايه لك دلوقتي. هو بيقول لي ان الروبوت is a machine that can move and do tasks. بتقدر ان هي تعمل ايه؟ بتتحرك وتعمل مهمات. حلوه قوي. some robots are very simple. يعني بعض الروبوتات بتكون simple بسيطه جدا. like a machine in a factory that puts bottles in a box. يعني ايه؟ بيقول لي بعض الروبوتات بتكون بسيطه زي اللي موجوده في المصانع اللي هي بتحط لي الازايز في الصناديق. اوكي. other robots are more advanced like robot dogs that can walk, run and even play with people. يعني ايه؟ بيقول لي كمان في بعض الروبوتس هي بتكون متقدمه، صح كده؟ اوكي. قال لي ازاي بالظبط الروبوتس اللي هي بتكون على شكل كلاب زي اللي موجود قريب من اللي موجود كده في الصوره can walk, run and even play with people. بيقدر يمشي يجري وكمان يلعب مع الناس. AI is the brain. يبقى AI is the brain. يعني ايه is the brain؟ يعني هو بيكون الايه؟ العقل بتاعه، بيكون المخ ايه؟ بتاعه. اوكي. that can go inside the robot. يبقى مين اللي بيجو inside the robot؟ ها، مين اللي بيعمل لي جو inside the robot؟ مين اللي بيحطوه جوه الروبوت؟ الاي اي. يبقى الاي اي دوت هو عباره عن الايه؟ البرين اللي احنا بنعمل فيه ايه؟ بنجو انسايد، بندخله ونحطه جوه فين؟ جوه الروبوت. AI allows the robot to make decisions. يعني ايه؟ الاي اي هم اللي بيخلوا الروبوتس يتخذوا القرارات. طب من غير الاي اي الروبوت ده مجرد هيعمل تاسكس بسيطه جدا. اتفقنا؟ اوكي. learn from actions and changes its behavior. يعني ايه؟ يتعلموا كمان من المواقف او يتعلموا من الافعال and changes its behavior ويبدأ يعدل السلوك بتاعه. For example, a robot vacuum cleaner على سبيل المثال مثلا المكنسة الكهربائية. With AI can learn the shape of your room and clean it better each time. Without AI, the robot can only follow basic orders. فبيقول لو انت عندك مكنسه كهربائيه والمكنسه الكهربائيه ديت هي enhanced بالاي اي، هي مدعومه بالاي اي، ايه اللي هيحصل؟ هي هتقدر تتعرف على شكل الاوضه بتاعتك وبالتالي هتنظفها احسن كل مره. لكن without الاي اي، واوعى تنسى وزود جي بعدها اسم، without الاي اي ايه اللي هيحصل؟ هو الروبوت ده هيعمل لي ايه؟ كل اللي هيعمله ان هو هيفولو basic orders. هيتبع ايه؟ اوردرات عاديه جدا او اوامر عاديه جدا. اوكي. من اكتر اليونتس اللي انا بحبها في منهج ثالثه اعدادي بصراحه. حلو جدا، تحس كده ان هو حاجه لذيذه وبيتكلم عن حاجات حلوه. اوكي نكمل. فبيقول لي some robots with AI are used in hospitals. حلو قوي. اتنقل لي لنقطه جديده. جميل. هو ابتدى عرف لك هنا مين؟ عرف لي الروبوتس. برافو عليك. اوكي، اربط الكلام في دماغك. هو عرف لي هنا مين؟ عرف لي الروبوتس. وقبلها قال لي what is the difference between robots
and يبقى هو الاول قال لي ايه هي الروبوتس عباره عن ماشين، وبعدها راح قايل لك ايه what is the difference between AI and robots، وعرفنا ان الروبوتس عباره عن ماشين وبتفولو ايه البيسك اوردرز، انما الاي اي هو البرين بتاع مين؟ هو البرين بتاع الروبوت اللي بيخليه يعمل ايه؟ يتقدم في التفكير بتاعه، اوكي، عشان يأدي احسن. بعدها بقى قال لي الاستخدامات بتاعت مين؟ بتاعت الروبوت. ايه هي الاستخدامات بقى بتاعته؟ Some robots with AI are used in hospitals. They can bring medicines to patients. كلمة patients يعني مرضى، كلمة patients معناها مرضى، ممكن تستخدم بمعنى صبور بس هنا جاية بمعنى مرضى وبتجيلك كتير. bring يعني يحضر أو ممكن give، يبقى يقول لي bring أو إيه يا ولاد أو give، يبقى بيقول لي they can bring medicine to patients or help during surgery. اوكي، او بيساعدوا في العمليات الجراحيه، يبقى هم بيساعدوا في العمليات الجراحيه. In schools robots can help students. في المدارس اللي هيحصل؟ بيقدروا يساعدوا الطلبه. Learn new languages يعني ايه؟ Learn new languages بيتعلموا لغات جديده or solve math problems او ان هم يحلوا مسائل الرياضيات. Still robots and AI have limits. لسه ليهم حدود الاي اي والروبوتس، اوكي؟ They can't truly understand. هما مش بيفهموا بالظبط الايموشنز، ما يقدروش يفهموا الايموشنز، عشان only can understand emotions هما مين؟ هما الايه؟ الهيومنز، البني ادمين. كلمة truly معناها جدا. اوكي. And they often need humans. دايما محتاجين البني ادمين to help or program them عشان يساعدوهم او عشان يظبطوا البرنامج بتاعهم. اوكي. Also making smart robots can be very expensive. وكمان عشان نعمل ايه smart robots اللي هي الانسان الآلي يكون مثلا متقدم قوي، فده طبعا هيكلف تكلفة عالية جدا. اوكي، اللي بعده اخر جزئية عندك بيقول لك ايه؟ Also making دي قلناها خلاص. As technology improves، التكنولوجيا دي عمالة ايه؟ عمالة تتطور. We will see more robots in our daily lives, but it's important to know not all AI is robots. لازم تبقى فاهم ان مش كل ال AI هو robots and not all robots are smart. ولا كل الروبوتس بتكون ايه؟ بتكون smart. اوكي، كده قرينا الكلمات وكمان قرينا التكست بتاعك وفهمتهولك واحدة واحدة. حلو قوي. اوكي، نكمل اللي بعده. اوكي، Hey Adham, I read something interesting today. It said that AI can make art and music. فلينا بتكلم أدهم، قلت له ازيك يا أدهم، ده أنا قريت النهارده حاجة حلوة قوي بتقول إن ال AI دوت يقدر يعمل إيه؟ يعمل حاجات فنية وكمان موسيقى. Isn't that something only humans can do؟ هي مش دي حاجة برضو البني آدمين بس هم اللي يقدروا يعملوها؟ أدهم قال لها yeah, a lot of people think that. ناس كتيرة بقى بتقول اللي انتي بتقوليه دوت إيه يا لينا. But with all the new، لكن مع كل النيو innovation، مع كل الاختراعات الجديدة دي اللي هي in technology في التكنولوجيا، AI can actually create pictures. ال AI بيقدر يعمل ايه؟ بيقدر حقيقة او فعليا بيقدر يعمل ايه؟ create pictures، يقدر ينشئ لي الصور، وبيقدر يعمل ايه تاني؟ songs، اغاني، and even stories، وكمان الستوريز القصص. لينا قالت له really? How did that work؟ طب اللي انت بتقوله ده بيحصل ازاي؟ Well, there are AI programs. For example, you type something. بيقول لها بقى ان في AI programs بتعملي انت ايه؟ You type something like a cat flying in ايه؟ In space. A cat flying in space. فبتقول لها ايه؟ أدهم بيقول لها انت ممكن تدخلي على اي نوع من الاي اي وتكتبي له انا عايزه ايه؟ قطه بتطير في الايه؟ في الفضاء. And it makes a picture. هو بقى بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي صوره. It uses a special algorithm. بيبتدي يستخدم لي خوارزميه مميزه او خاصه بان هو يقدر يعمل لي صوره ايه؟ في الجو. To turn words into images. عشان يحول لي الكلام اللي انت كتبتيه images. طبعا لسه قايلها من فوق، خد بالك بقى. turn words هيحول الكلمات into images إلى صور. يبقى turn into معناها يحول إلى. اوكي. واو that sounds fun. Can it make music too؟ هو بيقدر يعمل كمان موسيقى؟ لينا مش قادرة تصدق نفسها. Yeah, some AI can compose music or even write poems. يعني بيقول لها ده مش بس كده، ده هو مش بيألف موسيقى بس، لا ده كمان بيكتب لي قصائد في الشعر. اوكي. Some writers use AI to get ideas. بعض الكتاب بيستخدموا لي الأفكار
or write the first draft of a story، او ان هو يكتب لهم المسودة المبدئية بتاعة القصة وهم ياخدوها يعدلوا عليها. كلمة writer يعني كاتب، جايالك من الفعل write اللي هو يكتب. لو سمحت اي ملحوظة دونها ورايا، تيك النوتس بتاعتك كده عشان تبقى فاهم كل حاجة. اوكي، وبعدين تمام. اوكي، يبقى احنا عرفنا ان هم كمان ممكن ايه الرايتر يعملوا ايه، write the first draft of story، هم اللي بيكتبوها؟ لا، بيخلوا الاي اي يكتبوها لهم. وبعدين but can AI really be creative؟ ايه ده، هو ممكن AI يبقى creative قوي كده؟ doesn't it just copy things؟ اوكي، ها God question AI learns by studying thousands of human made songs. يعني ايه؟ هو الاي اي بيتطور نفسه ازاي؟ قال لها ده سؤال مهم جدا. الاي اي بيبتدي يتعلم عن طريق by studying، بيبتدي يدرس ايه؟ آلاف اغاني البني ادمين اللي عملوها قبل كده، ماشي؟ يدرس آلاف الكتب، يدرس آلاف الفنون. then it finds patterns، بيبتدي بقى يلاقي الايه؟ الانماط اللي يقدر يمشي عليها. and make something new، وبعدين يعمل لي حاجه جديده. اوكي، يعني ياخد يعمل كل ده خليط ويطلع لي منه حاجه جديده. it's like a virtual artist، يعني هو اساسا عباره عن فنان افتراضي مش فنان حقيقي في حياتنا. اوكي، can AI feel emotions like a human artist؟ السؤال ده مهم جدا. يا ترى هو اصلا الاي اي دوت بيقدر يحس كده بالمشاعر زي الايه؟ زي البني ادمين؟ قال لي لا، no AI is just a tool no a replacement، يعني انا ما اقدرش استبدل الاي اي دوت بالبني ادمين. but it's an exciting way to help humans be even more creative، لكن ده بيساعد البشر اكتر، بيخليهم يكونوا creative اكتر. اوكي تمام كده. اوكي، بص الفقره دي مهمه، فلو سمحت ذاكرها كويس واستمع ليها كويس. اوكي، ممكن يجيب لك باراجراف اكتب رايت about the future of technology، اكتب لي عن مستقبل التكنولوجيا. طب عشان اقول له انا هكتب ايه عن مستقبل التكنولوجيا، واحده واحده. artificial intelligence is transforming our world، يعني حول لي وغير لي العالم بتاعنا. اوكي، offering incredible benefits across many fields. ها هو هنا برضو اداني ايه عمال نكرر الكلام كتير بس ما علينا. اداك انترو صح؟ ايه هي الانترو اللي اداها لك؟ بص كده بيقول لك ايه؟ الاي اي هو عباره عن artificial intelligence is transforming our world، يعني معناها ان هو غير لي وحول لي العالم بتاعي. offering incredible benefits، واداني فوائد كتيره جدا. across many fields، يعني ايه across many fields؟ في مجالات كتيره. today، فيبتدي بقى ايه هي بقى المجالات؟ حلو قوي، يبقى انا عملت هنا انترو مهمه جدا ليك. اوكي، ها اديت الانترو بتاعت الباراجراف، ادخل بقى. مش انت بتقول لي ان هو فادني في مجالات جديده؟ ايه هي بقى المجالات دي؟ اقول له امثله. today AI powers health care، الاي اي بيدعم لي مين بقى؟ الهيلث كير، الرعايه الصحيه. طب اديني مثال. such as diagnosing diseases، يعني هو بيساعدني في تشخيص الامراض. education، التعليم. such as personalized learning، التعلم الشخصي او التعلم الذاتي اللي هو بنقول عليه self study. and business، وكمان الاعمال التجاريه. such as automating tasks، الاعمال التجاريه عن طريق ان هو يكون في مهام بتتعمل ايه؟ آليا، الانسان ما بيتدخلش فيها. زي انك مثلا تلاقي شركه ظابطه اللابتوبس او خدمه العملاء بتاعتها هو كل اللي موجود بوت وهو اللي بيرد عليك، اي اي هو اللي بيرد عليك. فبالتالي انا بقدر استخدمها في البيزنس عشان اوفر عمال او عشان اوفر موظفين عن طريق الاوتوميتنج تاسكس. اوكي، it enhances، هو بيدعم لي ايه بقى؟ الترانسبورتيشن، وسائل النقل. مهم جدا. ترانسبورتيشن هي جايه لي من الكلمه اللي هي ترانسبورت اللي هو ينقل، اتفقنا؟ ترانسبورتيشن with self driving cars، عن طريق بقى ايه؟ سيارات القياده الذاتيه. and improves customer service، وكمان ده بيحسن لي كمان خدمه الايه؟ العملاء. it also reduces، بيقلل لي الهيومن errors. يعني ايه human errors؟ يعني الاخطاء البشريه. in the future، في المستقبل AI يا ترى في المستقبل هيقدر يعمل ايه؟ could solve global challenges، هيقدر يحل لي كمان مشكلات المناخ like climate change and energy efficiency، وكمان ايه؟ وكمان كفاءة الطاقة وتأثيرها. AI will continue making life smarter، يعني ايه؟ بيقول ان ال AI لسه هيستمر في ان هو يجعل الحياة اكثر تقدما واكثر ذكاء and more efficient، واكثر كفءا وتأثيرا. اوكي،
اتفقنا. يلا بقى حل معايا الأسئلة على الكلمات. فبيقول لي the not a machine that can move and perform tasks. ايه هو الآلة؟ احنا لسه قايلين من شوية ان هو تعريفه هو عبارة عن آلة وبتقدر بتموف بتتحرك وبتأدي لي مهام. طبعا هو مين؟ هو الروبوت. intelligence is the brain. هو الايه؟ هو المخ that allows machines to learn and make decisions. ايه اللي بيخلي الآلات هي اللي تاخد القرارات؟ اسمه ايه على بعضها؟ artificial intelligence. زي الفل. AI is a form of. هو ال AI دوت نوع من انواع ايه؟ that allows computers to learn and think. هو بيسمح للكمبيوتر ان هو يتعلم ويفكر. طبعا هو نوع من انواع التكنولوجيا، مش نوع من انواع التصرف ولا الحد ولا المشاعر. You can note a song or a story using your imagination. يبقى you can ايه؟ برافو. you can compose. انت تقدر تألف اغنية، تألف قصة عن طريق استخدام التخيل بتاعك او الابتكار بتاعك. the creation of new ideas. عشان تبتكر افكار جديدة بتعمل ايه؟ and the methods is called. وطرق جديدة ده اسمه ايه؟ يا ترى pollution تلوث، ولا option اختيار، ولا emotion مشاعر، ولا innovation ابتكار؟ طبعا innovation اللي هي بتساوي creation. AI is used in hospitals to bring. اتفقنا ان هو bring او give. برافو عليكم. bring او give ايه بقى يا ميس؟ medicine. شاطرين. مش هيجيبوا flower ولا books ولا food. AI. تعالى ندخل عند رقم 7. بيقول لي ان ال AI can create pictures, songs and even. ال AI بيقدر يبتكر لي الصور والاغنيات وكمان ايه؟ برافو عليكم. هيبتكر لي الستوريز. One benefit of AI. فايدة من فوائد ال AI is that it reduce humans. فايدة من فوائده ايه؟ هيقلل ذكائهم، هيقلل creativity الابتكار بتاعهم، عملهم ولا اخطائهم؟ شاطرين. هيقلل الاخطاء بتاعتهم. نقط is the way which someone or something act or responds. يعني الطريقة اللي أنا برد بيها أو إن أنا بتعامل بيها. اتفقنا اللي هي دي إيه؟ برافو. التصرف بتاعك. feelings like happiness, sadness, anger or feeling cold. برافو. emotions. صح كده، هي المشاعر. the point where something قلت لك هتجيلك أي حاجة أنت بتقف عندها وما بتقدرش تروح لنقطة أبعد. emotion مشاعر، تصرف يعني behavior، limit حد ولا تاسك مهمة؟ limit حد. advanced is the opposite of. بيقول لي كلمة advanced هي عكس كلمة ايه؟ عكس كلمة modern ولا complex ولا new ولا undeveloped؟ برافو عليك، لأن advanced يعني متقدم. اوكي. هنبدأ في 13. اوكي طيب، في بعد كده عندك 13 بيقول لي ايه فيها؟ بيقول لي AI makes life smarter and more efficient, global, expensive ولا boring؟ طبعا هيخليها efficient يعني ايه؟ ذات كفاءة عالية. artists more often very not people. هم الارتيستس بيبقوا ايه؟ basic حاجة أساسية عادية، limited حاجة محددة، creative مبتكرين، ولا روبوتيك حاجة آلية أو خاصة بالإنسان الآلي؟ يبقى طبعا هما creative. أوكي اللي بعدها our father allowed us. طب حلو قوي، انت قلتي لي ان allow هيجي معاه infinitive ولا to infinitive؟ برافو، يبقى to والinfinitive. اوكي ماشي. when we heat water it turns into. برافو، عشان احنا قلنا بيتحول لحاجه. لسه قايله لكم it turns ايه؟ it turns into. اوكي كده خلصت الدرس الاول والتاني. يلا على طول كده ادخل معايا على الدرس التالت. اوكي هشرح لك الجرامر. بعد كده ما نخلص خالص الكلمات هنشرح الجرامر. اوكي فادخلي يلا على الدرس الثالث اللي هي الروبوت تيتشر. الروبوت تيتشر معناها ايه بقى؟ انسان آلي هيشتغل مدرس. اوكي مفيش مشكله، مفيش ضرر برضه. اوكي يلا نبدا بقى. اول حاجه surprising. يعني ايه surprising؟ معناها حاجه مفاجاه ليا، يبقى التاثير بتاع الحاجه ديت جاي لي من بره. قلتها قبل كده surprising. طب لو قلت بقى شلت الاي ان جي ديت وحطيت اي دي خليتها surprised. يعني ايه surprised؟ surprised انا اللي اتفاجئت.
محدش فاجئني، انا اللي اندهشت، محدش ادهشني. اتفقنا؟ اوكي. confused معناها متحير او مرتبك. اوكي. instantly على الفور او حالا. تاني اسمها ايه بقى؟ instantly حاجه بتحصل immediately حاجه بتحصل حالا. اوكي. connection معناها تواصل او صله. اوكي. والعكس بتاعها disconnection. shiny معناها لامع او مضيء. customized حاجه مخصصه، بتبقى مخصصه ليك انت، بتبقى مخصصه لشيء معين، يبقى اسمها customized من الكلمات المهمه. notice معناها يلاحظ. customize يخصص. اتفقنا؟ وcustomization معناها التخصيص. اوكي. اوعى تنساها بقى. نحل برضو على الجزئيه دي على طول. بيقول لي اول كلمه عندك معناها شايني، والتاني شايني يعني لامع، ونوتس معناها يلاحظ، confused مرتبك، connection صله او تواصل، instantly في الحال، customize معناها ايه؟ يخصص. That child was not, he couldn't choose a t-shirt. طيب الطفل كان ايه؟ اكيد كان مرتبك. طب ليه كان مرتبك؟ عشان هو ما كانش عارف يختار التيشيرت بتاعه. يبقى رقم واحد هتبقى عندك confused. The message will be sent. الرسالة هتتبعت when you click on this icon. اول ما تدوس على الايقونه ديت، اوكي، ايه اللي هيحصل؟ الرساله هتتبعت. يبقى هتتبعت امتى؟ هتتبعت في الحال اللي هي اسمها ايه بقى؟ instantly. تاني اللي هي اسمها ايه؟ instantly. طب نمبر 3 I have a good note with my close friends. انا عندي ايه مع اصحابي المقربين؟ ايه اللي موجود عندي مع اصحابي المقربين؟ شايني ولا نوتس ولا كونكشن؟ علاقه كويسه، عندي تواصل، انا متواصل مع اصحابي القريبين. she didn't know that her cat wasn't at home. هي ما خدتش بالها ان القطه بتاعتها مش موجوده في البيت وهربت، سابتها ومشيت، escaped. يبقى اكيد هي ما لاحظتش، يبقى she didn't notice. okay. customer service اللي هي خدمه العملاء. can note your order to fit your style. اوكي. بيقول لي هتعمل ايه في الطلب بتاعك عشان تكون مناسبه للستايل بتاعك؟ اكيد هتخصص لك، صح كده؟ يبقى ديت رقم 5. اوكي. اتفقنا. اللي بعد كده اوكي، عندي كلمة يشرح يعني explain، يفحص يعني check، feedback يعني تعليق أو تقييم. اوكي. return يعود، completely بشكل كلي أو كامل. طب لو حاجة كاملة بقى أحولها لصفة ازاي تبقى؟ completed. هتبقى ايه يا ولاد؟ حاجة مكتملة، اللي هي أصلا جاية لي من الفعل complete. يبقى هي جاية لي من الفعل ايه يا ولاد؟ complete. اوكي تمام. benefit يستفيد، وقلنا benefit ممكن استخدمها كاسم بمعنى فائدة. delay يعني يأجل، كلمة مهمة جدا، ماشي؟ وخد بالك ان هي ممكن تيجي بمعنى تأجيل او يأجل. اوكي. extra حاجة إضافية، practice تدريب او تمرين، وممكن تيجي بمعنى يمرن برضو. helpful متعاون، care وبيجي مع حرف الجر for، care for، وhate يعني يكره، وcongratulate معناها يهنئ، والاسم بتاعها congratulation. اكتبها لك احسن. يبقى تاني congratulation معناها تهنئة، improve معناها يحسن او يطور. اوكي. الافعال عندك give gave given، teach taught lost lost know knew known. اوكي اتفقنا. بعد كده جايب لك دي سهله، نقول على طول مع بعض. الايه؟ surprising معناها ايه؟ مفاجئ او مدهش، وبعدها كلمه بتساوي كلمه amazing او wonderful. طب عكس حاجه مدهشه هي حاجه عاديه، حاجه شائعه، يبقى يا نورمال يا اما كومون، يا اما نورمال يا اما يا ولاد يا اما كومون. اوكي. طيب confused معناها مرتبك، دي مهمه. خد بالك انا حد مرتبك، حد متوتر، يبقى puzzled، في حاجه قدامي كده مش واضحه. يبقى distracted مهمه جدا، distracted حد مشوشر كده او متشتت. اتفقنا؟ او mixed up عكسها انا حد clear، انا حد واضح كده ومنظم، انا حد organized. اوكي جميل خالص. instantly انا لسه قايله لك ان هي بتساوي كلمه ايه؟ immediately مهمه. immediately معناها بتحصل دلوقتي حالا. directly بتحصل بشكل مباشر. عكسها slowly حاجة بتاخد راحتها كده وببطء، أو gradually معناها بالتدريج. shiny لامع بتساوي bright. اللي يهمني العكس بتاعها dim أو dark، عكس كلمة shiny، مهمة جدا.
dim او dark عكس كلمة ايه؟ عكس كلمة shiny. اللي بعده customize، انت بتخصص حاجة، يعني بتعملها personalize او بتعملها modify مهمة جدا. عكسها بقى هتخليها او توحدها على العموم اللي هي تبقى generalize اللي هي جايه من كلمه general عام، عشان احولها لصفه فهتبقى او احولها لاسم، هي ولا صفه ولا اسم اساسا، عشان احولها يوحد او يعمم حاجه هي verb فعل اللي هي ايه generalize. notice معناها يلاحظ، جايه من observe، انت برضو بتلاحظ الحاجه دي، انت سي ليها عكسها انت بتتجاهلها، يبقى ignore او neglect. مهمه neglect، ignore او ايه او neglect. connection معناها ارتباط، بتساوي link، عكسها disconnection. اللي بعده replace بيستبدل، بتساوي لك كلمة مهمة substitute، يبقى تاني بتساوي كلمة ايه بقى؟ substitute، ان انت بتبدل حاجة هيها لو exchange، بدل change يبدل يبقى exchange. اوكي. او swap، طب انت بتفضل على حالك يبقى keep، يبقى عكس انت بتبدل حاجة بتفضل ايه؟ على حالك اللي هو keep. اوكي. عندك بعد كده aware بتساوي wise او knowledgeable. يعني ايه knowledgeable يعني حد معرفي او عنده معرفة. طب حد غير واعي بقول عليها unaware او ignorant. تاني real معناها حقيقي، و true يعني حقيقي او original، عكسها بقى fake او unreal. surprising ing عملت لي هنا adjective. confused ed برضو عملت لي adjective. instantly دي خلتها لي بقى adverb. في instantly عملتها لي ايه يا ولاد؟ adverb. unimportant ادتني العكس، يبقى تاني unimportant ادتني الايه؟ unimportant ديت مدياني الايه؟ الاوبوزيت. برافو عليكم، يبقى هي مدياني العكس بتاعها. اوكي. customize دي حولت لك custom، ماشي، خلتها لي customize فخلتها لي verb، خلتها لي ايه؟ verb. اتفقنا؟ اللي هي بتيجي بمعنى يعدل او ايه؟ او يخصص. اتفقنا. مالك بس خلاص. اوكي تعالى كده نشوف الاسئله بسرعه. فبيقول لي ايه؟ Number 1 the robot teacher's appearance was surprising. A synonym of surprising يعني كلمة surprising ايه هو السينونيم بتاعها؟ normal expected حاجة متوقعة، amazing مدهشة، boring مملة، طبعا هتبقى amazing زي الفل. The students were confused الطلبة كانوا مرتبكين at first في البداية. The antonym of confused العكس بتاع كلمة ايه؟ بتاع كلمة confused هم مرتبكين. يا ترى puzzled مرتبكين، mixed up مشوشرين أو مشوشين، ولا organized ولا word قلقانين؟ طبعا هم مرتبين عكسها. اوكي. the robot checked homework instantly. اوكي الروبوت عمل ايه؟ على طول صحح الواجب، على طول. الاوبزيت بتاع instantly معناها بالفور، اللي هو نفس المعنى بتاع كلمة ايه؟ immediately، فطبعا ابعدني عنها. gradually بالراحة وتدريجيا، معايا امسكها في ايديا دي هي اللي نافعة. quickly بسرعة اللي هي نفس المعنى، لا. soon قريبا على طول، لا. يبقى gradually هو عمله بالراحة، يبقى هو الاوبزيت بتاع كلمة instantly. اوكي. The lessons will be customized. الدروس هيتم تخصيصها for each student لكل طالب. The word customized يعني ايه customized؟ هيتم تخصيصها ديت يعني ايه؟ معناها ان هي generalized هتبقى للكل، ولا personalized هتبقى مخصصة امسكها، ولا simplified هتبقى مبسطة، ولا clarified هتبقى واضحة؟ قال لي لا هخصصها اللي هي بتساوي نفس الايه؟ المعنى. Okay, technology cannot replace a human teacher. The synonym of replace عايز المعنى بتاع كلمة replace. substitute ولا change ولا keep ولا remove؟ change يعني يغير، اتفقنا كده؟ وkeep معناه يحافظ على، اتفقنا؟ وريموف معناها يزيل، يبقى طبعا هي ايه؟ substitute. اوكي. اللي انا قلت لك فوق خد بالك هتبقى بديلة لكلمة replace. The human connection was missing. اوكي الhuman connection was missing. The word connection is similar to كلمة connection يعني صلة، هي نفس المعنى بتاع كلمة link. برافو عليكم. اوكي.
اجي بقى السؤال رقم 7. The adjective confused is formed adding the suffix، ولسه قايلينها فوق. كلمة confused أنا حطيت لها السفكس النهاية، اتفقنا؟ عشان اللي هو الفعل confuse يربك، يعني يبقى confuse هو الفعل ايه؟ يربك. جميل جدا. أنا حطيت له ايه بقى؟ ed، جاية من اسمها اهي اهي، يبقى ايه؟ السفكس ed. To form the adverb from the adjective instant، عشان أعمل الصفة، اتفقنا؟ عشان أعمل الحال. adverb يا ولاد يعني ظرف أو حال، اوكي. عشان اعمل منه بقى ايه؟ الانستانت دي الصفه، اتفقنا كده؟ عايزه اعمل منه الحال، يبقى احنا لسه قايلينها فوق ايه؟ برافو عليكم، instantly. We get the verb from the noun custom، okay, by adding the suffix. يبقى انا عايزه احول custom، okay، ها، to get the verb احولها الverb. ممتازين. customize يبقى اسمها ايه بقى؟ customize. The word dark، كلمه dark is the antonym of the word. dark دي عكس كلمة ايه؟ برافو عليكم. قال لك انتونيم يبقى عكسها، يبقى شاين. اوكي طيب. مهمة جدا الأجزاء دي، تعالى نقولها بقى هنا. ايه هي الأجزاء دي؟ ها ركز بقى معايا كده. هو بيقول لي إن كلمة باي أساسا، كلمة باي دي أهي، يعني لو جيت قلت لك باي دور، لو قلت لك باي سي، ماشي، معناها بالظبط near the door أو near the sea، اتفقنا؟ يبقى near قريبا بتساوي لي كلمة باي زائد الايه؟ البليس اللي هو المكان. يبقى أنا لو جبت باي مع المكان هيبقى معناها ايه؟ قريبا من. إنما لو جبت عندك باي وبعدها وسيلة من وسائل المواصلات زي باي كار، باي باص، هيبقى معناها بواسطة الأتوبيس أو بواسطة الايه؟ العربية. طب في حتة تانية؟ يبقى تاني خد بالك بقى، هقولها لك كمان مرة اهي. يبقى أنا باي مع المكان جنب الباب أو جنب البحر. إنما لو جيت وقلت لك باي وجاية مثلا مع كلمة كار أو جاية مع كلمة ترين، باي ترين، عن طريق القطر، يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها إن دوت عن طريق وسيلة المواصلات. ليها معنى تاني؟ طبعا. لو أنا جيت وقلت لك مثلا اللي صلح لي العربية بتاعتي مثلا هو الميكانيك، يبقى قلت لك باي إيه؟ باي ميكانيك، عن طريق الميكانيكي، اوكي؟ او اللي بيصلح لي العربيه هو مين؟ الميكانيكي، يبقى بواسطته. اتفقنا؟ اتفقنا. ايه كمان؟ قال لي لو جيت قلت لك مثلا I will travel by Friday، يعني انا ايه؟ انا هسافر بحلول يوم الايه؟ الجمعه. يبقى تاني انا هسافر بحلول يوم الجمعه، او قبل ما يجي يوم الجمعه هكون خلاص مسافر. يبقى انت خدت كم معنى لباي؟ باي ومكان معناها بجانب، باي ومكان معناها بجانب، باي وسيله مواصلات بواسطه الوسيله دي او باستخدام الوسيله دي. لو حد عمل لي حاجه باي احمد، باي محمد، باي دكتور، يبقى بواسطه الانسان ده. طيب لو جالي باي بقى ومع وقت زمني، باي فرايداي، باي سانداي، يبقى معناها بحلول الوقت ده. باي مثلا باي 3 كلوك، مثلا بحلول الساعه 3 هكون انا عملت الحاجه الفلانيه. ده بالنسبه لاستخدام مين؟ بالنسبه لاستخدام باي. حلو قوي، حلو قوي. اوكي اوكي طيب. وبعدها جاب لي بقى الديفرنس بين مس ومس ولوز. جميل خالص. مهمة دي برضو، تعالى نشوفها. قال لي أول حاجة هروح على كلمة مس، اللي هي أنهي بقى ميس؟ اللي هي مس دي اللي هي MESS. معناها إيه؟ معناها فوضى. مس معناها إيه يا أولاد؟ فوضى، فوضى. فبيقول لي سما was upset، سما كانت متضايقة جدا. her room was a mess، اوكي؟ اوضتها دي كانت فوضى جدا. انما لو جيت قلت لك الفعل دوت كده هو اللي هو مس، ده بيجي بمعنى ايه؟ يفتقد. كمان مرة بيجي بمعنى ايه؟ يفتقد. بس انا بفتقد people، في الاغلب بفتقد مين؟ انسان او بني ادمين. يبقى الفعل، اوكي، يبقى الفعل اللي هو يا ولاد مس ده برضو بيجي بمعنى ايه؟ يفتقد. انما اللوز ده انت بتضيع حاجه، اوعى تنساها بقى. يبقى لوز هيجي معاها thing يعني شيء، يبقى تاني لوز هيجي معاها ايه؟ think يعني شيء. انما مس هيجي معاها people يعني I miss you مثلا، انا افتقدك. اتفقنا؟ اوكي. انما خدت بالك من اخر حاجه احنا كنا قايلينها،
ان انت عندك في مس يعني فوضى. خدت بالك من الفرق ما بينهم؟ اوكي. حروف الجر مهمة. walk into يدخل إلى، يبقى walk into معناها إيه؟ يدخل إلى. at the front of، at the front of معناها في المقدمة. each of، أوكي. aware of، aware of. in a special way، يعني إيه in a special way؟ معناها بطريقة مميزة أو بشكل مؤنث. مؤنث مين؟ أو بشكل مميز، أو بشكل إيه؟ مميز. at the end of معناها في نهاية. at the end of. wait long for، يعني إيه wait long for؟ معناها بينتظر لوقت طويل من أجل حاجة. just for you معناها من اجلك انت، انا بعمل لك الحاجه ديت من اجلك انت. اوكي. تعالى بقى نقرا الفقره الاول. اوكي. فبيقول لي one rainy morning Sarah walked into her classroom. okay and saw something surprising. في يوم كده ممطر سارة دخلت الفصل بتاعها. اوعى تنسى قال لي walked into، دخلت مكان وشافت مين؟ شافت حاجة مفاجأة جدا. كانت ايه بقى؟ her teacher wasn't there. يعني ايه؟ المدرس بتاعها ما كانش موجود او المعلمة بتاعتها ما كانتش موجودة. instead بدلا من كده ايه اللي حصل؟ a shiny robot stood at the front of the room. يعني ايه؟ في روبوت كده عمال يلمع وزاهي كده وحلو، واقف فين؟ واقف في المقدمه بتاعه الحجره. اوكي. good morning students it said I'm a robot teacher. قالت لهم ايه؟ ازيكم؟ زي ما موجود في الصوره كده، انا روبوت تيتشر بتاعتكم. I will be your AI teacher this week. يعني انا اللي هكون المعلمه بتاعتك الايه؟ الخاصة بالذكاء الاصطناعي. أنا هكون ال AI بتاعتك في الأسبوع ده. أوكي. The students were confused. إيه ده؟ الطلبة كانوا مرتبكين. إيه ال AI اللي جايبوهم لنا ده؟ أوكي. The robot teacher explained I will help each of you. هساعد كل واحد فيكم. يبقى تاني اسمها إيه بقى؟ each of you. هساعدكم تعملوا إيه؟ learn in a special way. إن أنتوا هتتعلموا بس بطريقة مميزة. إزاي يعني؟ at the end of the week، في نهاية. تاني at the end of the week. ايه اللي هيحصل؟ your lessons will be customized just for you. الدروس هتبقى مخصصة لكل واحد ليكم. اوكي. يعني كل واحد حسب مقدرته انا هبتدي اعمل له customized للدرس بتاعه. اللي بعده the robot teacher know what each student needed. فبيقول لي مش بس كده، ده الروبوت تيتشر عرف، عفوا يا ولاد، عرف كل ستودنت هو محتاج ايه. ادجاف ساره اكسترا جرامر. عرف ان ساره كانت محتاجه ايه؟ اكسترا جرامر اكتر عشان تتدرب اكتر. وعمل ايه تاني؟ براكتس، واداها جرامر براكتس. يعني ايه؟ تمرين على الجرامر اكتر. نادر was given fun math games. انما نادر دوت محتاج ان انا العبه بايه؟ بالماث جيمز، يعني بالعاب الرياضيات عشان يبتدي يبتكر. اوكي. all homework was checked instantly. كل الهوم ورك بتاعته، ودي الميزه الوحيده في الروبوت تيتشر انا من وجهه نظري انا الشخصيه، ان هو عمل تشيكد للهوم ورك انستنتلي. يعني عملها ايه؟ صححها بسرعه جدا immediately في الحال. and no one had to wait long for feedback. ومفيش حد بقى فيهم استنى فتره طويله لحد ما الميس تصحح عشان ايه؟ تديله الفيدباك او تديله الايه؟ الفكره هو عمل ايه في الواجب. you will be taught so much by Friday. كلكم هتكونوا اتعلمتوا كتير جدا بحلول يوم الجمعه. the robot teacher said but after a few days. اوكي. وبعدين بيقول لي but after a few days. بعد بقى ايام ايه؟ بعد ايام قليله. ايه اللي حصل؟ but after a few days. خد التركه دي على جنب، ان كلمه a few بيجي بعدها اسم جمع. يبقى تاني كلمه a few يا ولاد بيجي بعدها اسم ايه؟ جمع. معناها ايه؟ معناها قليل من. يبقى a few days Sarah missed her real teacher. افتقدت بقى المعلمة بتاعتها الحقيقية. قلنا اهي miss M-I-S-S يفتقد شخص. The robot teacher was helpful. مميزاته طبعا كان helpful but didn't smile. لكن ما بيضحكش. or notes when students feel tired or sad. يبقى دي بقى العيوب بتاعته. ايه هي العيوب بتاعت الروبوت تيتشر؟ اوكي. ايه هي disadvantages؟ يعني ايه disadvantages؟ يعني العيوب بتاعته. العيوب بتاعته ان هو it didn't smile
وكمان هو or notes ما كانش بيلاحظ when students feel tired or sad، ولا كان بيلاحظ لما هم يكونوا تعبانين او ايه او زعلانين. اوعى تنسى ان الفعل feel بيجي بعديه صفه، جاب لي اهو tired او ايه او sad. By the time their human teacher returned، بحلول الوقت دوت اللي المدرسه بتاعتهم رجعت فيه، everyone had improved. اوكي، كل واحد فيهم اتحسن وبقى كويس. But they had also learned something important. Technology can help, but it can't replace the care and connection of a real teacher. يعني هي تقدر تبقى كويسة جدا وتساعدنا ومهمة وكل الكلام الحلو ده، لكن هي مش هتقدر تكون بديلة للرعاية ولا التواصل بتاع المعلم الحقيقي. In the future AI will be used in many classrooms. هيتم استخدامه في فصول كتير. But it will not replace real teachers completely. مش هينفع ان انا استخدمه بديل للمعلمين كاملا. اوكي تمام، يبقى احنا كده قرينا الكلمات، وكمان يلا نحل على الدرس الثالث. فبيقول لي ايه؟ The students were not when they saw a robot instead of their teacher. They felt puzzled. اوكي، هم كانوا حاسين ايه؟ كانوا شايني، كانوا مشرقين كده ومنورين، كانوا المرضى، كانوا confused مرتبكين، dangerous خطر. لا طبعا هم كانوا confused اول ما شافوه. The robot teacher promised that the lessons would be noted for each student. هو وعدهم ان هو يعمل ايه؟ برافو عليكم، هيعمل customized، يعني هيخصص كل احتياج لكل طالب في الدروس بتاعته. يعني ايه بقى يخصص؟ يبقى customized. all homeworks was checked. طبعا اتفقنا ان كل الهوموركس كان بيحصل لها ايه؟ all homework كان بيحصل له ايه؟ برافو عليكم، كان بيتشيكد instantly. يا ترى كان بيتشيكد slowly ببطء، later لاحقا، yearly سنويا؟ لا طبعا instantly. The robot was helpful but Sarah missed the care. احنا قلنا ان سارة افتقدت ايه؟ الكير والكونكشن. برافو عليكم، الكير والايه والكونكشن بتاعه المعلمه الحقيقيه بتاعتها. اوكي، في بعد كده عندي السؤال نمبر 5. The robot teacher didn't note when students were sad or tired. اوكي، بيقول لي بقى الروبوت ده مش هيقدر يعمل ايه للطلبه؟ اكيد مش هيقدر نوتس، يلاحظ. برافو عليكم، مش هيقدر يلاحظ لما يكون الطلبه زعلانين او لما يكونوا تعبانين. اوكي، اللي بعده ساره walked into her class and saw something. وشافت حاجه بقى ايه؟ نورمال طبيعيه، بورينج ممله، ordinary عاديه، ولا surprising معناها حاجه مفاجئه. By the time the human teacher returned. لما الهيومن تيتشر هيرجع، ماشي، الوقت بقى اللي هيرجع فيه ايه اللي هيحصل؟ everyone skills had، المهارات بتاعت كل واحد هيبقى حصل فيها ايه؟ worsened ساءت اكتر، improved اتحسنت، disappeared اختفت خالص، ولا confused ارتبكت؟ لا طبعا المهارات هتبقى اتحسنت. اوكي. The word instantly means without any. هو بيقول ان الانستنتلي ديت معناها ايه؟ من غير اي ايه؟ من غير اي ريبلاي رد، ريبلاي اعاده تشغيل، ولا ريبلاي رد، ولا ايدنتيفاي تعريف؟ لا طبعا من غير اي ديلي، من غير اي تاجيل. اتفقنا يا ولاد؟ اوكي. بعد كده عندك السؤال رقم 9. بيقول لي ايه؟ السؤال رقم 9. اوكي، بيقول لي the link between people things or ideas is called. يا ترى بيقول لي الايه؟ التواصل اللي بيكون ما بين الناس ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه connection. when you are feeling unsure or mixed up، لما تحس ان انت كده unsure معناها confused. اوكي، mixed up يعني confused، فده معناه ان انت بتكون confused للمره الثالثه. do not means to change something. عشان ايه؟ change something to make it way you want. عايز تغير حاجة عشان تكون الحاجة اللي انت عايزها. اوكي، ignore، والله العظيم اقطع رقبتك. يعني ايه ignore؟ يعني تتجاهل. notes هتلاحظها، forget تنساها، ولا تخصصها؟ قال لي لا هخصصها، عشان اكون عايز الحاجة دي تبقى بتاعتي انا هخصصها customize. اللي بعده رقم 12. أحمد took Omar's place in the company. This means that أحمد not him. بيقول لي أحمد أخد مكان عمر فين؟ مكان عمر في الشركة. طب ده معناه إيه؟ أحمد إيه؟ supported him دعمه، replaced him يعني تبادلوا الأماكن، يعني خلاص عملوا exchange، تواصل معاه connected helped. لا طبعا هو بيقول لي إن أحمد
اخد مكانه، يبقى طبعا هو ايه؟ replaced. نقط and instantly have the same meaning، قلتها كتير جدا وانا بشرح، اللي هي ايه بقى؟ برافو، immediately. A connection is a نقط between people or things. الكونكشن ده عبارة عن ايه؟ ما بين الناس والاشياء. جاب فجوة، wall حيطة، problem مشكلة، ولا link؟ قال لي لا طبعا هو link. حسن didn't catch the bus. he نقط eats as he got a plate. يبقى هو ايه؟ هو طبعا فاته، صح كده؟ اوكي، يعني ايه بقى فاته؟ passed معناها مر او عدى او نجح. miss اللي هي بتيجي بمعنى يفتقد انسان. lost يفقد، ولا posted. ها انت قدامك حلين كده، بس ما تنفعش، posted ما تنفعش. يا اما عندك lost، ها he lost it، ولا هو missed it. يبقى هي ايه؟ he missed it. اوكي. I felt happy at the end of next to of ولا on. انا قايله لك ان مع at the end of يبقى ايه؟ يبقى at. برافو عليكم. اوكي. يلا بقى تعالى اديلك اخر جزء عندك اللي هو الخامس والسادس. يبقى كده الحمد لله خلصنا يونت 3 بالكامل. يلا بقى يا ولاد ناخد اخر جزئيه اللي هي lesson 5 and 6. let's talk smart robots. اوكي، يلا نتكلم كمان عن الايه؟ السمارت روبوتس. اوكي، اول حاجه عندك هي ايه؟ هي innovation. يعني ايه innovation؟ يعني ابتكار. كل كلمات هتلاقيها قدامك متعاده ما عدا الكلمه دي اللي هي كلمه drone. اوكي. creativity معناها ابداع. creativity يعني ابداع. control يتحكم. advanced متطور. emotions مشاعر. powerful قوي اللي هي جايه من الفعل power معناها باور معناها قوة أو إيه كمان، أو بتيجي بمعنى يحكم. درون معناها طيارة بدون طيار. ميديسنس أدوية. وكيرفلي معناها بحذر. أوكي، ندخل على باقي الكلمات اللي هي عندك. أول حاجة recognize معناها يدرك أو يفهم. definitely أو definitely معناها بالتأكيد. definitely. chance معناها فرصة. even though معناها على الرغم من. و maybe معناها ربما. و safe معناها آمن. اوكي. وعكس safe طبعا هي dangerous. و even though و although الاثنين دول هشرح لكم حاجات عليهم دلوقتي. اوكي. discover معناها يكتشف. protect معناها يحمي. special خاص او مميز. involve مهم الفعل ده عشان معناه يتضمن او يشتمل. اسمه ايه بقى؟ اسمه involve. mistakes يعني اخطاء. وrules يعني قواعد. assist يساعد، مهمة جدا اللي هي بتساوي لك الفعل help. word يعني قلق. humans البشر. delivers مهمة، عمليات التوصيل اللي هي جاية من الفعل ايه؟ اللي هي جاية لك من الفعل deliver. يبقى deliver معناها يوصل. facts يعني حقائق. safely بأمان. وprograms معناها برامج. اوكي يا ميس. بعدين forget forgot forgotten دي الأفعال. teach taught. اوكي تمام. الانتونيم والسينونيم عندك هقولهم لك سريعا كده، هم سهلين. تعال نقولهم بسرعه. exciting زي wonderful او interesting او great، وعكسها boring جميل خالص. understand هي recognize او see او realize، وعكسها misunderstand ايه؟ misunderstand. يبقى عكس understand misunderstand MIS، اوعى تنساها. بعدها definitely حاجة بالتأكيد، هي certainly surely absolutely حاجة هتحصل. عكسها probably حاجة احتمال تحصل. possibly حاجة برضو احتمال تحصل. powerful معناها قوي أو ليه نفوذ، بتساوي strong أو effective حد ده مؤثر. عكسها powerless لا ده ضعيف مش مؤثر ملوش قوة أو weak. اللي بعده clear بتساوي واضح، بتساوي حاجة plain. في الأصل كلمة plain يعني سادة، فالحاجة السادة بتبقى حاجة واضحة. obvious مهمة. و apparent معناها حاجة واضحة. عكسها unclear أو hidden. unclear أو إيه يا ولاد؟ أو hidden. أوكي زي الفل. البريفكس والسافكس لا بصراحة بهتم بيهم جدا. أوكي، هي والسينونيمز والانتونيمز عشان السؤال دوت بيبقى موجود عندي في الامتحان، محتاج إن أنا أبص عليهم كتير. emotions مشاعر، فأنا زودت عندي الاي او ان. ليه زودت الاي او ان؟ عشان أخليها يا ولاد تكون عشان اخليها تكون اسم. الاي او ان هتخليها لي اسم اللي هي جايه من الفعل ايه؟ موت. اوكي. innovation معناها ابتكار. اوكي. وفيلينج معناها شعور.
creativity الاي تي في الاي تي واي دي عملت لي طبعا نون. الفيلينج اللي معناها الشعور دي عملت لي نون، وساعات بتعمل لي بتخلي لي الكلمه كمان احيانا بتبقى صفه بس هي خلتها لي هنا نون. descriptive معناها وصفي، الاي في اي برضو خلتها لي هنا adjective صفه. الاف يو ال دايما بتخليها صفه هي، والاي في اي. اوكي تعال نحل سريعا كده على الانتونيم والسينونيم. فبيقول لك the future with AI sounds exciting. the synonym of exciting حاجة exciting هتبقى حاجة ايه؟ interesting. شاطرين. the antonym of powerful عكس كلمة powerful small صغير، strong قوي، weak ضعيف، giant عملاق. لا طبعا هي هتبقى weak ضعيف. اوكي اللي بعده يا ولاد the opposite of clear حاجة يعني عكس كلمة clear، حاجة واضحة هتبقى open واضحة أو مفتوحة، weak ضعيفة، fast سريعة، ولا hidden مخفية. حاجة واضحة يبقى عكسها حاجة مخفية. we add the suffix ity للadjective اللي هي creative عشان أخليها بقى creativity. الcreativity دي هتبقى يا ترى noun ولا adjective ولا adverb ولا verb؟ لسه قايلينها بتبقى noun يعني اسم، adjective صفة، adverb ظرف، verb يعني فعل. اوكي to get the adjective عشان يجيب بقى الصفة من كلمة power. ها قلنا بتبقى اسمها ايه بقى؟ powerful. برافو عليكم. اوكي نيجي بقى على even و even though. الفرق ما بينهم؟ اوكي قال لي ان كلمة even لو انت جيت قريت المثال بتاعها كده AI will be used in schools, hospitals and even at home. and even ايه؟ and even at home. ركز بقى انا جبت لك بعد even هنا دوت اسم اهو، صح كده؟ بص كده على اللي بعدها بقى even though على الرغم من اللي هي بتساوي even though بتساوي although. على الرغم من ال AI is فعل يبقى دي هو فاعل، ركز انت اللي هتطلع القاعدة لوحدك، والاس ديت فعل بعدين باقي الجملة. It will be controlled by humans هيكون متحكمين فيه عن طريق البني ادمين. يبقى معنى كده ان even though او although انا بجيب بعدها جملة كاملة، انما كلمة even بس بجيب بعدها اسم. اتفقنا؟ الاكسبريشنز مهمة جدا. keep safe يبقى بأمان، go further يذهب بعيدا، go further. sound amazing معناها يبدو رائعا. اوكي do job بيؤدي وظيفة، grow closer معناها يقترب أكثر، يبقى grow closer معناها يقترب أكثر. حاجة كده استثنائية، جبت grow مع closer. for sure بالتأكيد that's so excited إنه إيه رائع جدا. make life easier بيجعل الحياة إيه أسهل، يبقى make تيجي مع life easier. أوكي ease of communication طبعا احنا عارفين ان easy معناها سهل، صح كده؟ انما ease هنا جايه معناها سهوله التواصل. اوكي take turns بيتبادل الادوار، take turns. اوكي hear about يسمع عن، focus on هيركز على حاجه معينه، according to يعني طبقا ليه، according بتاخد حرف الجر to. controlled by مهمة جدا، يعني controlled by بيتحكم فيها من قبل، controlled by humans مثلا. اتفقنا؟ ماشي زي الفل. ناخد بقى القطعة بتاعت 5 و 6. اوكي let's read. إيمان بتكلم علي فبتقول له هاي علي have you heard about how AI is becoming really advanced these days؟ هو انت ايه مش واخد بالك كده؟ بيقول تقول له ايه انت سمعت بقى عن الاي اي دوت بقى ايه متقدم جدا الايام ديت؟ yes I think robots with AI will be able to do. يبقى هو قال لها ايه؟ قال لها انا اعتقد ان هم هيكونوا قادرين على to do many new things، ان هم ايه يعملوا حاجات جديده. خد بالك كلمه things بتيجي مع الفعل do. in the future they will be customized to help people in different ways. يعني ايه؟ بيقول لي هم هيكونوا مخصصين عشان يساعدوا الناس بطرق مختلفة. بتتقال ازاي بقى؟ in different ways. كلمة حلوة تساعدك في الباراجراف. That's so exciting. But do you think AI will ever understand emotions like humans do؟ لكن يا ترى
تفتكري كده هو هيفهم المشاعر زي البني ادمين؟ اكيد لا. يا ترى بقى ايمان هتقول له ايه؟ ايمان قالت له هو هيفهم مشاعر زي البني ادمين؟ فعلي قال لها I'm not sure، انا مش متاكد. I hear that AI has limits. انا سمعت كده ان الاي اي دوت بيبقى ليه ليه حدود. And understanding feeling is one of them. ايه الحدود بتاعته؟ ما بيقدرش يجي عندها ان هو يفهم المشاعر. But maybe in the future AI will be improved. هيتم تحسينه to recognize emotions better. بقول لها ومين عارف، ما يمكن بقى في المستقبل يمكن يتم تحسينه عشان يقدر يتعرف على الايموشنز المشاعر. واو the future sounds amazing. sounds مع صفة تيجي بمعنى يبدو، اوعى تنساها. sounds مع صفة تيجي بمعنى يبدو. With all of these innovations, I believe many jobs will be changed by AI. بيقول لها مع كل الاختراعات دي، إيمان بتقول له مع كل الاختراعات دي أنا أعتقد إن في وظائف كتيرة جدا هتتغير في المستقبل. علي قال لها true. AI will be used in schools, hospitals, and even at home to make life easier. أكيد هيستخدم في المستشفيات والمدارس وكمان في البيوت عشان يجعل الحياة سهلة. يعني إيه بقى يجعل الحياة سهلة؟ أهي make life easier. Okay. إيمان قالت له I hope people will always remember to use AI carefully and not forget its limits. أتمنى إن الناس ده تتذكر كده وتاخد بالها إن هي تستخدمه بحرص عشان تبقى عارفة إن هو ليه حدود. Definitely بالتأكيد even though AI is powerful هو مفيد جدا it will be controlled by. لازم تبقى عارفة control ده يجي بعدها حرف جر by humans to keep everyone safe. لازم هو controlled by humans عشان يخلي كل حاجة في وضع الأمان يا ولاد. I can't wait to see what kind of robots will be created next. اوكي، ما انا قلت له مش قادرة استنى طبعا، عايزة اعرف ايه هي انواع الروبوتات اللي هيتم ابتكارها قريبا. Me too. The future with AI will be interesting for sure. بالتأكيد. يبقى for sure معناها ايه يا ولاد؟ بالتأكيد. ودايما بستخدم for sure الكلمات دي لما اكون بتكلم مع صاحبي بطريقه وديه. من الحاجات الاساسيه برضو انك تكون عارفها. AI and the future. Student A بيكلم student B. Have you thought about how AI will change our lives in the future? Yes, I think smart robots will be customized to help in homes and schools. اوكي، يبقى انا اعتقد ان هو هيعمل ان السمارت روبوتس هتبقى مخصصه عشان تساعد في المنازل والمستشفيات. نفس الفكره اللي كنا قايلينها من شويه. اوكي، that's cool. AI will be more advanced. هيكون متقدم اكتر طبعا soon and do many jobs. اوعى تنسى الدو بتيجي مع jobs. بعدها do you think AI لما تحب تسأل حد عن رأيه هنقول له what's your opinion؟ ايه رأيك؟ او تقول له do you think؟ هل تعتقد AI will learn to understand feeling like people؟ يا ترى هيعلموه عشان يقدر يفهم مشاعر الناس؟ قال له بقى I don't know. ما اعرفش والله. AI still has some limits. هو لسه في شوية حدود ما يقدرش يتخطاها. But because of new jobs it will improve a lot. لكن بسبب ان في وظائف جديدة فهو عمال يمبروف. اوكي، بعد كده yes also AI will be controlled by people to keep us safe and helpful. فبيقول لي ال AI اكيد طبعا هيبقى متحكم او يتم التحكم به عن طريق الناس عشان نفضل احنا في امان ويكون كمان هو متعاون. I think people and technology will grow closer. يعني هي هتنمو قريبا زي ما قلنا من شوية with AI. Me too. وأنا أيضا I'll create many new chances for everyone. AI will create يعني هيعمل هيبتكر فرص كتيرة لكل واحد فينا. اوكي. طبعا جايب لي بعد كده طريقة الإيميل. اوكي، يبقى احنا كده خلصنا الحمد لله. اليونت بتاعتك كلها كده خلصت تمام زي الفل، خلصناها كده. تقدر بقى تحل الأسئلة وأي حاجة عايزها انت تبعتها لي. بس قبل ما تبتدي تحل الأسئلة اوكي
فانا كل اللي محتاجاه منك انك تروح بقى تشرب لك اي حاجه عشان تاخد لك كده بريك حلو، عشان لما نيجي نشرح الجرامر انت تبقى مركز في كل حاجه احنا بنقولها، عشان الجرامر عندنا النهارده مهم جدا جدا جدا. اوكي؟